صباح الخير. عايز افكركم النهارده ان شاء الله في خبر قوي جدا اللي هو من رئيس اداره احدى البنوك الايطاليه، البنوك الجامده قوي في ايطاليا، اللي هيبتدي يضخ مبالغ ضخمه للسلفة بالنسبة للكاسا ايديلي اللي هم شغالين في المعمار كلهم بوجه عام. اللي هتلاقي في البوسطة باجة بتاعتك مكتوبة كاسا ايديلي، بتدفع لك كاسا ايديلي، دول كان ممنوعين ياخدوا اي سلفة من البنوك، حتى لو عليك كريف او عليك مشاكل ما بتدفعش اقساط، لان هتتخصم من الدخل بتاعك. يعني صاحب الشغل بيدفع لنا احنا ال150 او ال165، في المقابل انت بتاخد الراتب بتاعك ناقص ال165. يعني هو بيدفع لنا احنا الاول، ويوم القبض بيحول لك الراتب من غير ال165. وصلت ازاي؟ وده بناء على التي اف ار اللي عند حضرتك، يعني مش بيدالك جراتس. الضمان بتاعك تي اف ار اللي هتلاقيها تحت خالص في الكود من ناحيه اليمين مكتوبه تي اف ار الاجمالي كام. لو لقيت 1000 اضرب في 5 يا في 6، تمام؟ تعرف ان انت كده هتاخد مثلا 6000 يورو. لو لقيت 10000 تعرف ان انت هتاخد 60000 يورو. بس مش بنديك ال 60، بنديك 30 20 ونقول لك بعد كده هنديك الباقي لما ليك بتدفع معانا. فانتظروا مني الخبر ده النهارده يا بكره بالكتير. شكرا، تحياتي، وافتكروا معايا بتكسب معايا بتربح. صباحكم زي الفل.